آه، الشوكولاتة. مجرد ما نسمع الكلمة يجينا شعور بالمتعة، ويمكن شوية إحساس بالذنب. دايماً مرتبطة في بالنا بإنها مكافأة لذيذة لازم ناكلها بحذر شديد. لكن هل هذه هي القصة الكاملة فعلاً؟ لما نفكر في حياة صحية على طول نتخيل صور زي هذه: قوة، أكل طبيعي، توازن. طيب، كيف ممكن للشوكولاتة اللي هي رمز للمتعة والإغراء إنها تكون جزء من المعادلة هذه؟ الموضوع يبدو متناقض تماماً. حسناً، في تحليلنا اليوم رح نتحدى هذه الفكرة الشائعة، والسؤال اللي بنطرحه بسيط ومباشر: هل حكمنا على الشوكولاتة بقسوة زيادة عن اللزوم، ولا في سر إحنا ما اكتشفناه لسه؟ طيب خلونا نتعمق في الموضوع أكثر. نبدأ بتفكيك هاي العلاقة المعقدة بين الشوكولاتة كمتعة كلنا نحبها وبين فكرة إنها ممكن تكون خصم لصحتنا. وهنا بالضبط يجي التحول الكبير في القصة كلها. النقطة الفاصلة هي أننا دايماً كنا نجمع كل أنواع الشوكولاتة في سلة واحدة، لكن الحقيقة إن في بطل حقيقي في هذه القصة، وباقي الأنواع هي اللي أعطتها السمعة السيئة. وهذا يأخذنا مباشرة لصلب الموضوع. السر ما هو في قطعة الحلوى اللي نأكلها، لا، السر في مكونها الأساسي والأصلي، الكاكاو. من هنا تبدأ كل الفواعد الصحية. يعني الكاكاو هو المصدر الخام اللي لسه ما تعالج، هو أساس الشوكولاتة الداكنة ومليان مركبات نشطة بيولوجياً. والقاعدة الذهبية هنا بسيطة جداً: كل ما كانت نسبة الكاكاو أعلى، كل ما حصلنا على فوائد صحية أكبر. والآن خلونا نلبس نظارات المختبر للحظة ونشوف إيش بيصير بالضبط داخل الدماغ لما ناكل الكاكاو. العلم اللي وراء هذا التأثير مذهل بصراحة. اللي يثير الاهتمام هنا هو إن الكاكاو مو مجرد طعم لذيذ، هو أكل حقيقي للدماغ. الفلافونويدات هذه تزيد من وصول الأكسجين والمغذيات، والثيوبرومين يعطينا دفعة طاقة لطيفة، بس أهدى بكثير من قهوة الصباح. وفوق تعزيز وظائف الدماغ، الكاكاو يشتغل كمحفز طبيعي للمزاج، يساعد الجسم يفرز هذا الكوكتيل الرائع من الهرمونات اللي تخلينا نحس بالرضا والاستقرار والتحفيز. وهذا يفسر ليش بشكل طبيعي نلجأ للشوكولاتة لما نحتاج دفعة معنوية. ومو بس كذا، الكاكاو يحارب التوتر بشكل مباشر عن طريق إنه يخفض مستويات الكورتيزول، يساعدنا نحس بالهدوء والسيطرة بدل القلق والضغط. قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة ممكن تكون فعلاً لحظة استرخاء حقيقية. شوفوا، هذه الشريحة تلخص كل شيء بشكل ممتاز. شوفوا الفرق: الشوكولاتة الداكنة نسبة كاكاو عالية وسكر قليل، تعطينا مزايا وطاقة مستقرين. أما شوكولاتة الحليب والشوكولاتة البيضاء، هذه قصة ثانية تماماً، هي عبارة عن سكر ودهون مع شوية كاكاو أو بدونه أصلاً، والنتيجة ارتفاع حاد في سكر الدم وبعده انهيار، وهذا هو اللي سبب تقلبات المزاج. طيب، السؤال اللي أكيد يدور في بال الكثيرين الحين، يعني أقدر آكل شوكولاتة وما رح يخرب نظامي الغذائي؟ خلونا نتكلم في هذه النقطة المهمة. هذه المقولة من المصدر تلخص الفلسفة الصحيحة تماماً. القضية ما هي بالحرمان، القضية بالاعتدال والذكاء في الاختيار. تحويل الشوكولاتة من عدو لحليف يعتمد كلياً على كيف نتعامل معها. والمفاجأة الحقيقية هنا هي أن الشوكولاتة الداكنة ممكن تكون أداة مفيدة جداً في نظامنا الغذائي. طعمها الغني والمرارة الخفيفة تقتل رغبة في أكل سكر زيادة. قطعة صغيرة منها تشعرنا بالشبع والرضا، عكس الحلويات الثانية اللي تخلينا نبغى أكثر وأكثر. ممتاز! الحين بعد ما فهمنا العلم وراء الكاكاو، جاء وقت الجزء العملي. كيف نطبق هاي المعرفة في حياتنا اليومية؟ هذا هو الدليل البسيط. لو في رقم واحد لازم نتذكره من كل هذا التحليل فهو هذا: 70%. هذا هو الرقم السحري. لازم دايما ندور على شوكولاتة داكنة تحتوي على 70% كاكاو أو أكثر عشان نحصل على الفوائد الحقيقية. الموضوع بهذه البساطة: 3 قواعد سهلة نتذكرها، نختار النسبة الصح، نتحكم بالكمية، ونقرأ المكونات عشان نتجنب الإضافات اللي ما إلها داعي. هذا كل اللي نحتاجه عشان نحول الشوكولاتة لجزء صحي من يومنا. إذن الخلاصة النهائية هي تغيير جذري في طريقة التفكير. خلاص، ما عاد نشوف الشوكولاتة على أنها غلطة أو كسر للقواعد، بالعكس ننظر لها كأداة ذكية. لو استخدمناها صح ممكن تحسن مزاجنا وتدعم صحة دماغنا وحتى تساعد في نظامنا الغذائي.
وهذا يتركنا مع سؤال أخير نفكر فيه. زي ما سوينا مع الشوكولاتة، إيش هي الأطعمة الثانية اللي يمكن ظلمناها بسبب سوء فهم؟ هذا السؤال يدعونا نكون أكثر فضول وتفكير في خياراتنا الغذائية.